اهلا بكم اعزائنا المشاهدين في تاني حلقه من برنامجكم اكل. مع سبب الإصرار. احنا الحلقه اللي فاتت كنا جبنا شويه سناك، وكان معانا مشروب في 7. النهارده قررنا نعمل الحلقه عن المشروبات المصريه، ونشوف. احنا مش عايزين بس نلاقي بدائل، احنا عايزين نلاقي حاجات اساسيه ينفع تكمل معانا باقي يعني باقي الحياه. عايزين منتجات مصريه تكون عالميه، تشرفنا اولا ونعرف نستهلكها وتكون كويسه. شجع منتج بلدك. بس شجع منتج بلدك مظبوط. هنبدا النهارده هتبدأ بإيه؟ يعني بما اننا كان معانا في 7 المره اللي فاتت، فالمره دي برضو نبدا في 7. على فكره انا الحلقه دي انا الحلقه دي عملتها امبارح وبنفس المنتجات اللي معانا النهارده، وصورتها كلها. وفي الاخر بعد ما خلصت كل حاجه ويعني خلاص والحلقه طالعه بوم وقال تقييمات وعامل مقارنات ومظبط الاداء على الاخر، اكتشفت ان الكاميرا ما كانتش بتصور. سمير سمكرة. فانا خدت الصدمه بجد. فعلشان كده من حسن حظي يعني الحلقه ما اتصورتش عشان يبقى معايا البير النهارده. حبيبي فنسمي الله ونبدا. بص، هو اسمال ان انا ابدا اصور معاك النهارده، مش عارف ليه بس يعني. هو برضه كان في بني سويف فعلا، وبالصدفه كلمني قال ان انا جاي، وقلت نعمل الحلقه مع بعضينا. فما تستنوش ان حاجه تتفتح والكلام ده، يعني انا اسف. كلهم مفتوحين. كلهم مفتوحين ومتجربين. بس انا زعلان على فكره. ليه؟ يعني اكتر حاجه كان نفسي اعملها ان انا امسك الكنزه عارف الفتحه دي. هبقى اجيب لك كنزايه تاني. بس حبيت اوريهم برضو اللون. ده في 7 توت ازرق بلو بيري. صب يا باشا. فمش عايزك تزود. ده دم التنين. فيعني مفيش ازرق من كده، ده دي الليله الزرقاء حرفيا. طيب يلا فنسمي الله كده. ريحته دواء. بص، هو اي حاجه بالتوت ما تستنوش منها غير ان هي يكون ريحتها دواء كحه من ايوه بتاع واحنا صغيرين ده. اللي بناخده زمان عشان نبقى على نور. بس ده الريحه بتاعته خفيفه، يعني في حاجات اصعب من كده. انا جاي لكم المستقبل وهقول لكم في حاجات اصعب من كده. طب يلا بسم الله. ما تديش اي رياكشن دلوقتي، خلص اللي معاك. ماشي. الحمد لله انه خلص. طب قبل الرياكشن، ولا خلينا نقول هو ده وقحه خلاص. هو ده وقحه، مفيش حاجه. لا على فكره كان في مصاصه بنفس الطعم ده، تقريبا كانت سيكا مزيكا. انا افتكرتها وان شاء الله هحط لكم صورتها في اي حته هنا. مش فاكر مثلا. بص انا تقييم ده هو يا عم انت مواليد اول امبارح. استنى بس. ده هياخد دواء من 10، مفيش كلام تاني. لا عايزين نبقى حنينين شويه في التقييمات. انت طب اللي انت شايف. انت لسه انا ما رضيتش اتلبس صح. وعلشان كده انا هدوقك المره. فانا بالنسبه لي ده هياخد 4 في 7 بالبلو بيري. ودي على فكره دي تفضيلات شخصيه لي انا وهو، لان احنا من نفس البيت يعني. من نفس الطبيعه، من نفس الخلفيه الثقافيه يعني. فدي ارائنا احنا الشخصيه، ممكن تلاقي بنختلف في حاجات مع بعض كمان. فدي تفضيلات شخصيه، احنا مش بنقيم الحاجه ان هو ده تقييمها النهائي، لكن في ناس هتحب الكلام ده. طبعا ماكس بقى لها فتره في السوق، بس الرمان ده انا كان اول مره اشوفه بصراحه. وبعدين انا جبته علشان لقيت برضو فيه في 7 رمان، فقلت يبقى كويس جدا ان احنا ندوق الاثنين منتجات مصريه، الاثنين رمان، الاثنين مشروبات غازيه، يعني نقيمهم وفي نفس الوقت نعمل بينهم مقارنه سريعه كده. ما تشربش كتير، ده لسه في حاجات بما ان الفي 7 التوت ما عجبوش وقال لك ياخد دواء من 10، احنا نشربه المر. مر ايه يا عم؟ ده بحب الرمان، ما تكرهنيش فيه.
ياه دي لسه فيها الصح. صب يا باشا. دي بقى زي الدواء اللي كان بالفراوله انا فاكره برضه. نفس شكله بالظبط. بنتعمل الستنج على طول. ثانية بس، هو مين فين الأول؟ ده كان إيه؟ ده ماكس؟ ده ماكس اللي على الشمال أو اللي على شمالي أنا؟ كفاية عشان لا عشان انت بتحب كفاية يا الرمان. عمي لا انت كفاية. بتحب الرمان. طيب ده ماكس وده في كولا. بص احنا لو نعمل مقارنه سريعه بينه وبين الالوان تحس ان الفي كولا اغمق شويه. دمه تقيل. الماكس اخف بكتير، لونه راح ناحيه الشربات كده، بس طبعا اتقل شويه برضو. بالنسبه للريحه، الماكس هنا ريحته قشر رمان، مش ريحته رمان، ريحته قشر رمان. انا كنت عايز اقول لك من ده على فكره، مش من انا على فكرة ده لونه قريب قوي من من الشويبس رمان، لكن ده أتقل شوية. وكمان عصير الرمان اللي بيبقى عند بتوع عصير القصب بيبقى محطوط عليه ماده نفس اللون كده. ده ريحته رمان بس خفيفه شويه، هنا ده ريحته قشر رمان باحترافيه. خلي بالك اللي هترفعها هتشربها كلها. انت بتخوفني ليه؟ طيب بتسيبنا تصدم. بتسيبنا تصدم يا عم. في 7 يا عم، انت هتلخبطنا ليه؟ فين؟ ده 7، ده رقم 7 يا شباب. في 7. انا كل ما بتكلم ان هي في كولا، ما علينا ماشي. طب يلا بينا. خلاص. ما اصبر. طيب انا انا بتاكد بس من حاجه، استنى. بص انا المره اللي فاتت ده فيه، يعني انا حاسس بطعم بنزين بعد ما بتشرب كده، فيه طعم بنزين انت واقف في بنزينه. ده رايي فيها، اقول لكم انا. الناس منكم اللي بتحب القصب، يعني انا كنت بحب القصب لما يقعد كده، يعني لما يقعد شويه بيبقى مسكر زياده. ده بقى هو قاعد شويه كتير قوي. عصير قصب بس. عصير قصب محمط، فاهم؟ مفيش حاجه اسمها محنط. طيب خلاص، انا رأفة بيك، هات هنا. ما خلاص خليها هنا هات هنا عشان طب هتبوظ المفرش. لا تقلق، انا محترف. شفت طلعت محترف. طيب امسك. بشيل الحته دي في المونتاج بدل ما يقولوا انا معفنين بطريقه حاجه في الكنت. ليه يا عم؟ ده انا عطفت عليك في البي 7، لكن ده يا عم استنى بلع المر. لا ده اللي انت شربته ده مش المر، ده اللي جاي هو اللي امر. علشان تعرف ان انت ظلمت. طعم التوت الازرق. خير. اشرب. حاضر اما تزق. اشرب يا حبيبي، ده احنا هنريحوك يا كاب. اريحك يا شباب. يا شاب هنريحوك يا شاب، اشرب. في افتر تيست مرار، بس على فكره يتشرب عن البي 7. طب انا بالنسبه لي العكس. لا صدقني. طب اشرب ميه، معلش اشرب ميه وارجع خد لك بق ما انا تاني. لسه شارع. معلش بس ما تزودش ميه كتير. انت تحب الرمان، احط لك كده كمان. لا كرهته. لو ضرب بس انا مش عارف اللي انا هقوله ده في ناس هتفهمه ولا لا، بس يا جماعه ده عصير قشر الرمان. شفتوا القلب الابيض التخين اللي في الرمان؟ انا عمال ادور على دي. لما حد يعضه طب استنى هو ده بعمل اقرا المكونات اللي مكتوب عليه. مكتوب عليه مكونات اصلا ولا لا؟ ازاي يعني مش مكتوب عليه مكونات؟ المكونات مياه غازيه، سكر او فركتوز. وكله مفيش طبيعي. نكهه الرمان مطابقه للطبيعه. مفيش طبيعي. مواد. طب هم نسيوا بقى يضيفوا كلمه نكهه قشر الرمان. بس يتشرب يعني بامانه. انا لو هقيم هتدي ده كام طيب يا بيرو؟ ده ده 2. اللي فات ما قيمتوش على فكره. ما احنا لسه ما قيمناش اللي فات. ماشي. طب انا بالنسبه لي ده هاخد 6. لا انا ده بالنسبه لي 2. طيب والفي 7؟ الفي 7 ياخد 5 او 6. طيب الفي 7 هياخد 5 وده بالنسبه لي هاخد 6. يعني هما اللي فرق بينهم مش كبير، بس ده يتشرب بالنسبه لي اكتر من التاني.
ده في افتر تيست مرار. اللي بيحب المرار في المشروبات والناس اللي كيفة قهوه هيعجبهم الكلام ده. مالهاش علاقه بالقهوه، انا بحب القهوه وما حبيتش دي. انت بتشرب قهوه كام سكر؟ كام سكر؟ معلقه ومعلقه ونص. يلا. بالشفا. عايز الاناناس؟ اه فين انا اناناس فيهم؟ خد ايوه الأناناس. هدي. تويتش. دي تويتش، مشروب شعير غازي بنكهه الاناناس. انا بحب دايما ان مشروبات الشعير يبقى فيها شعير حقيقي، لان في ناس بتستخدمه كعلاج للكلى. هنا مش مكتوب ان هو، يعني هو مكتوب مستخلص المولت، فهو المفروض يبقى مولت شعير، فانا مش عارف هل هو مولت الشعير نفسه ولا لا. سام نقول بسم الله. طبعا اللون باين، فانا هشرب في الازازه وهو ياخد كوبايه بقى ده العنصريه دي، مش فاهم. عشان الكوبايه طب تكفي. استنى، عشان دول كوبايتين اصلا. خد انت بتديني تالت مره ولا مرتين فعلا؟ من الكوبايه. طيب هات كده شويه. بس كفايه عشان مش مستوعب. يلا طيب، انا كنت هودي على طول. يلا 3 2 1. يلا بينا. حلو. عايز اقول ان الصودا اللي فيه عاليه، يعني حتى هو مفتوح من امبارح، مقفول اي نعم مقفول، بس موجود في الثلاجه من امبارح. لا الصودا اللي فيه عاليه كويسه، والرغوه كمان لما بنصب الرغوه بتاعنا معانا، هو فيه في المكونات حاجه بتعمل رغوه، بس انا مش عارف ايه بالظبط، فهسيب لك انت الباقي بقى. طب ماشي. بصوا، ده تقييمي ليه. هو حلو، كويس. في قريب جدا من طعم الشويبس اناناس، بس في طعم بريل جاي من بعيد. يعني لو حد منكم شرب لا بريل او انا بيحب بريل. بقى انا عايز اقول العكس. هو اللي بيحب بريل يعني اللي بيحب بريل هيعجبه ده اكتر من اللي بيحب شويبس. ايوه. ده طعم الشعير باين فيه اكتر من طعم الاناناس. طعم الاناناس اخف شويه. فالناس اللي بتحب البريل هتحبه، والناس اللي بتحب الفيروز هتحبه، بس ده سكره اقل من الفيروز. طيب المشروب اللي معانا اسمه شنايدر، مشروب شعير بطعم التفاح. ده لتر، ما لقيتش منه مقاس اصغر. وكمان عايز اقول حاجه. انا ده علشان اجيبه لفيت عليه كتير، ولقيته في المكان الوحيد اللي لقيته فيه بي بيم. ويعني عايز اقول لكم المصنع عامل حركه. الباركود هنا محطوط تحت اللزقه، فانا وقفت اكتر من نص ساعه قدام الكاشير انا وهو بنحاول نعرف سعرها كام علشان احاسب وامشي. في الاخر رجعت لاخر رف خالص عشان اجيب واحده تانية يكون الباركود فيها باين. فيعني شركه شنايدر ارجوكم صلحوا هذا الخطا. وشنايدر ده اصلا شركه حاجات كهربائيه ومفاتيح وحاجات زي كده. ايه ده؟ سمعت صوت؟ ما علشان ما مركونه بقى شويه ماشي. وانا فتحتها يعني. هو انت يعني انا مش عارف يا عم ما تدينيش بقى، ما احنا بنجرب مع بعض. ماشي. اصل في حاجه هيفكرك بحاجه لو انت يعني لو انت ماشي. لحقتها يعني. ما هذا اللون؟ طبعا اللون مشروبات الشعير عادي خالص. ريحته مألوفة. في ناس، انا مش ايوه هتكلم عشان خاطر ايوه، البير. انا عرفتها خلاص. اقول. يلا 1 2 3 يلا بينا. ودي. مرندة تفاح اخضر. ريحته مرندة تفاح اخضر وطعمه كمان. طيب البير لسه مواليد اول امبارح زي ما قلت. ليه يا عم؟ اللي كانوا بيحبوا فانتا تفاح احمر. فانت تفاح احمر؟ لا انا اعرف فانتا، بس ما صليش تفاح احمر ده الصراحه. ده مواليد الثمانينات والتسعينات هيشكروني عليه جدا. ده فانتا تفاح احمر بشكل جديد، لكن طعم التفاح خفيف شويه، بس حلو جدا. انا مش ضايق طعم شعير خالص. هو المفروض مشروب شعير، وفي المكونات مفيش شعير. فهو يعني خدوه كده على انه مظبوط. خدوه كده على انه يعني مشروب تفاح. مشروب تفاح احمر، وهيعجبكم. اوعدكم الناس اللي كانت بتحب فانتا تفاح احمر هيعجبهم قوي. هو عايز اقول حاجه، اضيف حاجه. عارف اللي هو الافتر تيست بتاع المشروبات اللي هي الزيرو سكر؟ انا في اتضايق نفس برضه. الافتر تيست، بالظبط. او اللي هو السكر اللي بيبقى يعني. انتوا فهمتوا.
انا من كتر الشرب حاسس ان انا بطني ايوه بتبقلل. ارحمني. حاسس ان انا قربة، لو حد رجينا كده هفوت. طيب خلينا نفصل ابو عصير. لونه مش مريحني. لونه مش مريحني. ده عصير من شركة وديان، على فكرة احنا ما قلناش ولا سعر من اي حاجة. اوه هكتب لكم في المونتاج، هكتب ماشي. لكم هنا او هنا او في اي حتة، هحاول اكتب لكم الاسعار. بس سريعا احنا يعني هقول اللي احنا جربناهم علشان حتى لو نسيت يبقى قلت يعني لو نسيت في المونتاج ابقى قلت لكم. اي حاجة من البي 7 دي سعرها 15 جنيه. احنا جربنا ايه تاني؟ هات الازازة الكبيرة دي. اللتر ده بكام بقى؟ دي ب 26 جنيه. ماشي. هات الرمان ماكسي. الماكسي. الرومان الماكس ماكسي. ماكسي دي سعرها 12 جنيه. هل من شيء بس اخر؟ احنا دول اللي جربناهم مظبوط. هو احنا اه جربنا. وجربنا هات ال الويتش. انا اسف ودي دي 10 جنيه، والماكس 12 او العكس، يعني حاجه فيهم هحاول اتاكد واقول لكم. دي اللي كان ولو ما عرفتش فاعذروني بقى. دي اللي كان طعمها بريل صح؟ اه ب 10 جنيه. اه حلو 10 او 12 في الرينج ده. حلو حلو. يلا بعت لنا العصير. ده عصير اسمه وديان، ده عصير كوكتيل. نسبة العصير فيه او الفاكهة الطبيعية 20%. يا نسبة كبيرة. انا عايز اقول حاجة، ان في اختلاف كبير ما بين كلمة مشروب وعصير ونكتار. ونكتار. الفاكهة فيهم نسب الفاكهة بتختلف. ده مكتوب عليه مشروب كوكتيل و20% فاكهة. ان شاء الله خير. يا الله خير صح. انا خايف منه عارفين لونه. انا عندي فوبيا من الدواء زمان يا الله. بص وقوامه دواء بص انا قوامه. مش عارف هيبان عندكم ولا لا، بس القوام بتاعه يعني تقيل. مش ده الدواء بتاع روبن اللي كنا على ذكر انا ابني امبارح اديته شويه زي دول عشان يشربهم، وهو بياخد دواء نفس اللون ونفس الريحه ونفس بالظبط. القوام ونفس كل طبعا حاجه. هو دواء اطفال، فمش بذم في العصير، لكن الدواء طعمه كويس عشان هو الاطفال. فهو قرر ان هو ما يشربش دول وسابهم ومشي عشان يفكرهم دواء. بس شكرا شكرا. مش مرتاح له. لا لا حلو هيعجبك. هنشوف. هكتشف دلوقتي. بص انا شامم ريحه فراوله، وشامم ريحه جوافه جايه من بعيد خالص. مش شامم ليمون، مش شامم حاجه تانية، الجوافه جايه من. طب على فكره بالعكس انا شامم ريحه الجوافه اكتر. لا انا مش شامم ريحه فراوله انا شامم ريحه جوافه بس. لا انا شامم ريحه فراوله وريحه جوافه، وريحه الجوافه اخف. مش عارف الجبل الانفيه مأثر عليه. ممكن. اه. فيلا 3 2 1. يلا بينا. رغم ان هو قوامه تقيل، لكن طعمه خفيف جدا. في مراره خفيفه يا خالص، لهوي في لسعه كده افتر بتيجي. تيست انا حاسس ان انا قرفان من نفسي دلوقتي. فكرني ما جابوش تاني البتاع ده اوعى يا عم. عقبه اللي كنت تشربه تاني. يخرب بيت. رغم ان قوامه تقيل وتحس ان هو فيه نسبه عصير كتير، لكن لا قوامه خفيف. طعمه خفيف جدا. السكريات فيه يعني انت بتحس من اول خدك من هنا لحد انا مش زورك هتكلم انا هشرب بس. كل ده مسكر. ومش حاسس ان هو سكر طبيعي، يعني مش سكر ابيض طبيعي، حاسس ان هو ممكن يكون نوع من انواع السكر المضاف ايا كان. هو ايه يعني سكر صناعي. وفي افتر تيست رخم. حلو الافطار يعني. عايزك توصفه لنا بقى. ما بلاش عشان يعني اوصف كده لا بلبط. في افتر تيست بجد يعني انا بالنسبه لي مضايقني جدا حاسس ان انا مش متقبله خالص. نغسل بقى الكلام اللي فات ده بشويه ليمون. ايوه الصراحه. معانا بيج بطعم الليمون. ده 200 مللي سعرها 10 جنيه. اللي فاتت دي سعرها 12 جنيه العصير. طبعا لونها شفاف زي معظم مشروبات الليمون. هتبدا. الريحه بتاعتها صودا بالليمون عادي خالص، يعني الريحه مألوفه. شبه السبرايت.
الصودا فيها خفيفه حتى لما كانت مفتوحه قبل، يعني قبل ما تتفتح. لما جربتها امبارح برضو كانت الصودا فيها خفيفه. حاسس ان السكر فيها اعلى من طعم الليمون نفسه. بس هي حاجه منعشه وحاجه حلوه يعني، وجربوه يعني. لو حد عاوز حاجه ليمون، اعتقد ان ده من احسن الحاجات اللي في السوق مش مقاطعه يعني. ايه رايك؟ نفس اللي انت قلت. البير كان عاوز يجرب التويست ده من بدري. وانا جاي في الطريق كنت افكر اجيب واحده بس. ده تويست سعرها 15 جنيه، مكتوب عليها مشروب طاقه، بس انا لما قريت ما لقيتش فيها كافيين مثلا، ما لقيتش فيها حاجه شبه كده. بس عايز اقول حاجه، مشروبات الطاقه بالذات يعني ما تجيبوهاش. انا مش بتكلم على شركه بعينها، بس مشروبات الطاقه سيئه جدا لصحتك. لو حتى انت بتشربها بتديك شويه باور قدام، بعد شويه بتعمل لك باور اوف خالص، تلاقي نفسك همدان تعبان. وتاثيرها مش كويس خالص على القلب. فبس انا جايبها اجربها واقول لكم رايي، ودي نصيحتي ليكم. اللي عاوز يعمل بيها تمام، اللي مش عايز يعمل بيها حريه براحته شخصيه. يعني. حريه شخصيه. انا عايز اخد بريك، انا بطني بتوقع. ايوه. خير خير. ان شاء الله خير، ان شاء الله خير. ايه ده؟ الله. وات از ذس؟ لا اصبر، ابعد بس شويه عشان اللون يبان في الكاميرا. ما احنا نرفعها بس قدام بس. الكاميرا. لا لا، وهو بينزل كان لونه فيه يعني اسود شويه كده. اسود. مش شفاف، ما علينا. ده لونه يا جماعه، بس هو بيتصب كان حاجه تانية. لا هو ده بجد لونه شبه كركديه، لو خففته بميه قوي بيوصل لنفس اللون ده طب بالظبط. عايزك تشم ريحه ده بقى، عشان انت ظلمت بامانه. انت كده هتتاكد ان انت ظلمت البي 7 الاولاني. احنا بقى الترم ما بنقيمش. ايوه صح، ما بنقولش بكام من 10. احنا الاخير ده تديله كام؟ العصير. العصير امم 1 من 10. البير قاسي جدا في. معلش معلش. طيب العصير بالنسبه لي هياخد 4 مع الرأفة، يعني هو هياخد من 3 ل4، بس 4 كويس عليه بصراحة. ده ريحته ايه بقى يا هل ممكن باشمهندس؟ تشربه تاني؟ يعني نفسي مش هتروح له. البيك كولا احنا ما قيمناهوش برضو. فالبيك كولا انا هديله 7 من 10. وانا هديله 7 من 10. يلا 3 2 1 ودي. يلا بينا. ماشي حال. طيب هو الطعم اللي هيخليك عايز تشرب منه كتير ان هو في الاخر فيه لسعه مزازه. ده دي حقيقة. دي اكتر حاجه واضحه بعد ما بتشرب. هي دي اللي هتخليك عايز تشرب تاني. إيه يعني هو لو مش مشروب طاقه انا ممكن اجيبه عادي، بس مش نفسي هتروح له قوي يعني. لو لقيته قدامي ممكن اجيبه، لكن ما بقاش نازل عاوز اجيب ده. تقييمي ليه هياخد 5 يعني. لا على فكرة انت ظالمه بقى. ده انا ظالم ده. اه. تديله كام؟ طب انا بالنسبة لي، لا بجد بالنسبة لي كمشروب توت، لا طعم التوت او البلو بيري فيه ظهر وطعمه عجبني قوي. ده بالنسبة لي ممكن ياخد 8، وممكن انزل 8؟ اجيبه. وممكن انزل اجيبه عادي جدا. ماشي. هي زي ما قلنا تفضيلات شخصيه. فده بالنسبه لي 5، البرقه ل 8. طيب ده في 7 بنكهه الاناناس، هو مرسوم عليه اناناس جوز هند. وجوز هند، بس مش مكتوب عليه ان هو بطعم جوز الهند. انا جربته امبارح، فانا هسيب معظم التعليقات لالبير واقول رايي بعديه. ماشي، وجهة نظر. بس عايزك تاخد بالك ان هو مش مكتوب عليه خالص ان هو ماشي ماشي، ان فيه في جوز جوز هند. هند. ماشي. فمبدئيا كده نقول بسم الله. هو شكله مية جوز هند اصلا. بس شم. بس. ريحته ايه؟ مية جوز هند. عاوزك يلا 3 2 1. يلا بينا. طعمه ايه؟ لا ثانية. مش عارف، بس هو في الصودا فيه خفيفة خالص. وطعم هو فيه يعني، بص بعد ما بتشربه كده بحس بريحة جوز هند ضربت فاهم؟ طيب. انا مش ده خالص اي طعم اناناس ايوه نهائي، انا مش عايز جاي اقول. من اي حته خالص. لونه جوز هند، ريحته جوز هند، وفي افتر تيست صوبيا. لما بتشرب الصوبيا بتجيب كده افتر ايوه هي تيست دي. ملزق كده شويه.
في طعم الصوبيا حاضر بطريقه قويه، فده مشروب صوبيا مش مشروب اناناس. ما تخدعوناش يا بي 7 بعد اذنكم، صلحوا الغلطه دي. والصوبيا على فكره بالنسبه لي احب الصوبيا اكتر يعني. ايوه، ما يعني على فكره هيتشهر يعني لما شركه تعمل مشروب صوبيا غاز، هيتشهر فعلا. احنا مش دايين اي طعم اناناس خالص. بجد فاهم، حرفيا ما فيش اي حاجه انا. طيب تديله كام كمشروب اناناس؟ هو فين الاناناس؟ لو هقيمه على ان هو مشروب للاناناس وانا جايبه علشان انا بحب الاناناس، ده هياخد صفر. إيه لو انا جايبه متقبل طبيعته زي ما تبقى بقى بجرب، إيه هياخد معايا 7. لو 7؟ 7 لان يعني هو، ده 7 والتاني 5؟ ما هو ده 7 لانه مشروب، انا مشروب جوز هند كويس، طعمه حلو. ماشي ماشي، وجهة نظرك برضه. انا بالنسبه لي لو مشروب اناناس فياخد -1 وقال 0، فانا بعلي عليه بس. ماشي. لو كمشروب عادي او كده لا، ده بالنسبه لي ياخد 3 بالكثير. يعني انت ما تجيبش ده تاني؟ لا. وجهة نظرك برضه. ما طبيعي. هات بقى كده حاجه من عندك. وبعدين ما تنساش ان انا مهندس وانت انسان، طبيعي. يا عم اتلهي اتلهي ده انت. هات هات اساتذه سمعه المهندسين، هات. ايوه هات دي. ايه ده؟ دي عنب يوناني. ده حبيبنا سبيروس باتس، عنب يوناني. إيه يعني ان شاء الله ينصفنا. انا مش هقول اكتر من كده لاني مع الاسف مجرب الكلام ده كله امبارح. انا كان نفسي تبقى دي اول مره ادوقه علشان يبقى الرياكشن صحيح، لان كانت اول مره ادوق العنب اليوناني ده امبارح. طبعا سبيروس باتس شركه محترمه جدا وعريقه، بقالها من 1920. فهنشجع المنتج الوطني. شجع منتج بلد. وعلى فكره سبيروس باتس جامده جدا يعني، شربت من كذا حاجه قبل كده كانوا جامدين، لكن دي الصراحه اول مره هجربها دلوقتي. يلا بينا. انا شربت البتاع ده قبل كده يعني، دوت نفس الطعم ده في حته قبل كده. انا كان نفسي، ولا مش هتكلم. طعمه نفس ريحته. لا لا بجد بامانه. طعمه يعني، وانت بتشربه طعمه حلو، لكن في افتر تيست كده مرار مش عاجبني خالص الصراحه. او انا يعني، بصوا هقول لكم حاجه. انا شخصيا ما بحبش الحاجات اللي بتسيب افتر تيست طعمه وحش. يعني اللي هو المشروب اللي كان بتاع الاناناس ده، الحاجه الوحيده اللي حبيتها فيه اللي هو الافتر تيست بتاعه كده، هو فيه اناناس. سوري، جوز هند، في جوز هند. لكن ده كده في افتر تيست مر، ما عجبنيش خالص الصراحه. طيب انا كان نفسي ان انا ما اجربش ده تاني من بعد ما جربته امبارح. بس ما كانش ينفع ما اجربوش، مع احترامي لشركه سبيروس باتس. بس هو بيسيب افتر تيست مش مرار، هو بيسيب نوع من انواع الافتر تيست العطري. انت حاسس ان انت شارب برفان يعني كده. انا حاسس ان في برفان في الموضوع. في برفيوم. آه، ايه؟ تديله كام؟ اصل زعلني قوي يعني. سبيروس لا باتس لا كانت ده واخده هايب عالي قوي، وقلت ماشي. ده وخصوصا العنب ده كان في ناس كتير بتتكلم عليه حلو، بس انا مش عاجبني. تديله كام؟ ده شخصيا ممكن اديله 5. طيب ده انا هديله 3 4. يلا مش هزعلني. بس ده كمشروب مش كشركه سبيروس باتس طبعا. ادينا بقى العصير التاني ده. يا الله، هو لسه في عصير تاني؟ اه يا لهوي، ده من نفس الشركه. ده عصير وديان. احنا جربنا الكوكتيل ده ده التفاح. مش مكتوب طبعا تفاحه. هو عليه 3 تفاحات، هو احمر واصفر واخضر. احنا مش عارفين نوع التفاح، هو واقف اصفر في اشاره ولا مرور. احمر. برضه 20% فاكهه. يعني انا مش عارف ده ينفع يترج ولا ما يترجش ولا ايه حكايته، بس هنجرب. هو في رغوه برضه على فكره. لا لا، ده انا لما رجيته بس. ماشي، بس قصدي بيعمل رغوه، كل المشروبات اللي بنفس اللون ده بتعمل رغوه، ما اعرفش ليه علاقه ولا لا، بس دي حاجه خدت بالي منها. مش هعمل رغو يعني. استنى ما تدوقش غير لما افصل عليه بس بشويه بس ميه. بس يا ابني عارفك بتحب الحاجات دي. لا لا ايه انا كرهتها. طب بص بص، صب لنفسه قد ايه صب. على فكره قريبين جدا من بعض. لا 3. يلا بينا. انا بغسل بقي. بجي احاول اشيل عايزين نغسل كلى بعد. حاسس ان انا لو جبت دبوس
عارفين توم وجيري؟ توم وجيري. هسرب. طب يلا بينا. استنى. 3 2 1. ودي. ليه عشان كده رفعتها مرة واحدة. يا لهوي. تحفة جدا شركة وديان، حسب الله ونعم وريني. الوكيل. طعم بس التفاح في الأول موجود، السكر فيه عالي. استنى، كان في ميم على الفيسبوك شفته كان يقول لك اللي هو ايه، لما الناس تشوف شخصيتي من بره ولما يعرفوني فعلا، او شخص كان من بره شكله تفاح ومن جوه بيضه، عارفين؟ هو ده كده بجد يعني. لا بامانه اقول يعني اول ما شربته طعمه عجبني جدا، وكنت لسه اقول حاجه حلوه ولسه هتنبهر. رحت راجع في الكلام. بعدين بيصدمك، يعني بيديك كده حاجة حلوة يسرسبك وبعدين يديك على عينك. بجد طعمه في الاول حلو قوي والسكر فيه عالي، مع اني ما بحبش السكريات العاليه، بس حبيت ده في الاول، في اول بقك اول ما تبلع هترجع في كلامك على طول وتجيب ورا يعني. أنا عايز أفهم يعني إزاي، ليه يعني ليه أشرب مشروب طعمه حلو ويجي في الآخر يغير المنظور تماما. والافتر تيست اللي فات بتاع نفس الشركه دي برضو كنت بقول انها مش عاجبني ومش متقبله، ده بقى الدبل ده مش عاجبني جدا ومش متقبله جدا. ده سكوير، فاهم؟ طيب خلاص، تديله كام؟ -5. لا يعني ادينا بجد؟ تقييم، لا ادينا تقييم بجد. من 1 ل 10؟ 1 ل 10. 1. 1. خلاص ما فيهاش تاني. ومعانا ومعاكم محبوب الجماهير سبيروس باتس اناناس. على فكره احنا برضه نسينا نقول اسعار. العصير تفاح اكيد نفس سعر الثاني ده ب 12 جنيه. المفاجاه بقى، انت اخر مره اشتريت سبيروس باتس كان بكام؟ هتجيبه كده. اخر مره اشتريت سبيروس باتس كان بكام؟ ب 15 تقريبا. طيب سبيروس باتس في الاول كانوا التجار بيستغلوا شهرتها وان هي واخده ترند وكده، كان ممكن تجيب دي ب 25 جنيه عادي. ايوه ده حقيقي. اتفاجئت ان هي ب 10 جنيه. يعني انا اشتريت 2 ب 20 جنيه يا جدعان. اصلا ثانيه يعني، اصبر يعني لحد دلوقتي الناس مستغله، انا بجيبها ب 15. لا انا جبت دي ب 10 جنيه. منين؟ من من سوبر ماركت عادي يعني. سوبر ماركت عادي. ماشي كده عرفت لما اروح اجيب سبيروس باتس هاخد لهم اللقطه دي من الفيديو كده. بالله عليك راضيني بعد اللي حصل فيا. انت الامل. انا املي فيكي. افصل بشويه ميه بس. فصلت يا عم، انا اللي خلصت ازازه ميه لحد دلوقتي. انا اللي فصلت. انا هشرب دي ومش عايز اقول لكم بعدين هروح فين. هتلاقيني مستنيك هناك. يلا 3 2 1. ودي. نايس. دي احسن حاجه جت النهارده. تاخد 8 مرتاح جدا جدا بالنسبه لي. طعم الاناناس فيها حلو، الصودا فيها كويسه، ما فيهاش افتر تيست مزعج. فبرافو سبيروس باتس، عوضتينا عن العنب وعوضتينا عن حاجات كتير النهارده، يعني ميرسي. لا ده تديها كام؟ التقييم الشخصي ليها دي هديها 6 أو 7. هي كويسه، طعم الاناناس فيها كويس جدا، بس للامانه لو هروح اشتري يعني مثلا لو هجيب فيروز او سبيروس باتس اناناس، لا طبعا هجيب فيروز لان ماشي. ما هي الفكره في ايه؟ ان الفيروز احنا بنتكلم عن نوعين مشروب مختلفين. بتتكلم على حاجه شعير وحاجه مشروب. ده مش شعير؟ لا ده مشروب اناناس بس. ايوه. اوكي لا انا فكرت ان هو شعير اناناس. لا كده قلت فيروز. سبيروس باتس ما بتعملش شعير. اصلا لا لو هقيمه كاناناس لا كويس جدا، وممكن اديله 8 بقى. دي كانت نهايه حلقتنا. ما تنسوش تعملوا لنا شير ولايك وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس. عايز انوع عن حاجه، ان احنا ابتدينا نعمل جيف اواي في البرنامج الثاني. ايه ده بجد؟ خليكم معانا، تابعونا. في اسئله بتتقال، هيبقى عليها هدايا، ايربودز وسمارت ووتش. في هدايا تانية جايه في الطريق، في هدايا ماليه.
فلايك وشير وسبسكرايب علشان تشتركوا معانا، وما تنسوش تعملوا كومنت لو في حاجه عاوزيننا نجربها في البرنامج هنا. قولوا لنا عليها واحنا هنحاول نجيبها. بس بالله عليكم يعني بالراحه علينا يعني خلينا نجرب حاجات حلوه بلاش حد يقول لنا على حاجه يلبسنا فيها. طب ثانيه بس، عايز اسال على الجيف اواي، هل متاح ليه؟ لا طبعا. ليه اي حد من اعضاء الفريق ليه يا مستحيل عم؟ الكلام ده، علشان اصل انت كده يعني الايربودز بتاعتي بايظه فانا عايز ايربودز عايز انت كده من غير تحليل دي ان انت اخو مايكل. انا بقول الكلمتين دول مع الفيديو بتاع مايكل يا راجل. بجيب طب انا ينفع اشترك لا طبعا. تصبح على خير. جود باي.